السلام عليكم ورحمة الله، ويومكم جنين ونهاركم طيب. اليوم درت هذه الكيكة، وقبل ما نحكي لكم تفاصيل نتمنى لو أول مرة تشوفوا قناتي أنا هنا رمضان، نتمنى إنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ننزله، وتديروا لي لايك لو عجبتكم الوصفة وتشاركوها بين أهلكم وأصحابكم. اليوم الوصفة إن شاء الله حتكون كيك التورتات. أنا قبل درت لكم الكريمة متاع الزبدة، هي نفسها نحشي بها في هذه التورتة اللي أنا بنديرها لكم اليوم بثلاث مكونات بس، اللي هي 5 بيضات وكوب ونص من الدقيق وكوب من السكر. وهي هذه كل المكونات. تحتاجي عجانة أو ميكسر، لأن الخليط محتاج منك خفق كويس، خصوصا وقت خفقان البيض مع السكر. يلا نبدو البركة الله في الوصفة. هنا حطيت الدحي في او البيض في العجانة، وبنحط عليها الفانيليا. ريحت الكاكو، نصب عليها فانيليا. حطيت هنا ظرفين من الفانيليا، مش السائلة، السكر العادية يعني. هنا بنضيف للسكر كوب السكر، ضفنا كوب السكر. هنا يفضل أحسن إنك تخفقي الخليط على سرعات متتالية، يعني مش على سرعة عالية على طول. والكيك لو تبيه نافش ومش مكتوم ومتنفس وهش، لازم تخفقيه كويس، لازم تخفقي الخليط كويس لين يولي أبيض كريمي، أو تقريبا شبيه للكريمة بهذا الشكل زي ما شايفينه. هنا كملنا خفق الخليط كله، ولا أبيض زي ما شايفين، مليان فقاعات. هنا حطيت كوب ونص دقيق أبيض متعدد الاستعمالات. وهنا بنحط كاكاو لأني نبي الكيك بنكهة الكاكاو، بنحط ملعقة كاكاو. بالمقابل راح ناخد من الدقيق الأبيض ملعقة بدال ملعقة الكاكاو، عشان الخليط يطلع كله نفس المقادير ويكون مضبوط. هنا زي ما شايفين خديت بالملعقة هذه ملعقة الدقيق، وبنحط بدالها ملعقة الكاكاو، وبنرجع ننخلهم مرتين. النخل للدقيق مرتين او حتى 3 مرات يساعد الكيك يجي خفيف. والدقيق والكاكاو لازم تنخليهم كويس، يعني حتى لو نخلتيه مرة ولا 2 ولا 3 كويس، يعطيه هواء ويخلي الكيك خفيف أكتر. هنا شام تضحك على الدقيق كيف ينزل وانا ننخل فيه. هنا بدأت في مرحلة خلط الخليط. نحط كل مرة شوية ونحرك بالسباتشولا، نحط شوية من الدقيق ننخل بالمنخلة، أو لو كنتي نخلتيه تاخدي بالملعقة وتحطي كل مرة شوية وتخلطي بالسباتشولا من فوق لتحت بهاي الشكل زي ما شايفين، من فوق لتحت، من فوق لتحت بهذا الشكل لين نكمل كل كمية الدقيق. الطريقة هي تخلي الكيك هش وخفيف، وتساعد على ان الهواء يقعد داخل الكيك بهذه الطريقة.
بعد ما كملنا خلط الخليط بنحطها في قالب مغلف بورق الزبدة من فوق ومن الجوانب، مقاسها 16 سنتيمتر. بنحطها عليه في النار في درجة حرارة 150. أنا فرني لأنه قوي، بس من تحت نفتح عليه. وهذا الكيك بعد ما طلع من الفرن خليتها شوية في الفرن، يعني فتحت نص فتحة وخليتها شوية عشان ما ياخدش صدمة من الهواء متاع المطبخ ويهبط يعني شوي ولا حاجة. فهذا شكله بعد ما طلعته من الفرن. هذا شكل الكعك او الكيك. نفتحوها مع بعض ونشوفوها كيف حجمها من الداخل. خلاص هذا شكل الكيك في المرحلة النهائية، بس نقصوه ونحشوه بالكريمة أو بشو احنا نحبه. ولو عندكم أي استفسار تقدروا تكتبوا لي في التعليقات تحت، ونشوفكم عن قريب في فيديو جديد.